أولا نصعد القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلم السلام عليه وإخواني على إخوان النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين ونحن معهم إلى الدين أما بعد. عهدي يا أخي محمد إسماعيل على أن أقدم شيخا هو أكبر مما أعرفه عنه، يعني أتكلم عنه ولكنه أكبر ما أعرفه عنه. قد أقول عنه بعض ما يسر الله تعالى، لكن ليس هذا في حدود المعرفة، ولكن لا كل شيء يقال. جرت عادة الله تعالى في زاوية العلماء بني إسماعيل أن يخرج البخاري في يوم 27 من رجب الفرد تيمنا بمصر ومعراج مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسري بأرواحنا من وإلى ونعرج بها إلى حضرة الله عز وجل. ولكننا أخرنا هذه السنة افتتاح صدر الإمام صحيح الإمام البخاري. كنا نترقب وصول شيخ من مشايخ أهل الله، سيدي الأستاذ الشيخ الفاضل العلامة النحرير سيدي عبد الهادي الحسن، هو من علماء الشام. وحينما نقول علماء الشام معناه اليوم يطلق عليه سوريا، وهو اليوم بعدما كنا نترقب مجيئه، وكنت أحدث نفسي قبل أن ألقاه على أنني أريد أن أقول له، وإن شاء الله عز وجل على هذا، أني كنت أخاطبه في السر وأقول له: يا سيدي عبد الهادي، قد بشرت بقدومكم ريح الصبا، أهلا بكم يا زائرين ومرحبا، والله يشهد. فبدأت يعني جلست على المكتب الإدارة وأنا أحلل هذه الأبيات، وفعلا أن هناك اتصال روحي بيننا وبين أسرة آل خصاص وإخواننا في الشام الذين عرفناهم يعني بواسطة سيدي عبد الهادي الخصاص، وهو عالم علامة كبير ومحدث كبير وله سند عالي في الحديث وله إجازات كثيرة كذلك في الحديث، وهو أستاذ كرسي الحديث. من كبار المربين الروحانيين في سوريا التي نامل في هذه اللحظة، ونحن إن شاء الله على مشارف افتتاح صحيح البخاري. وقد تعرفون بأنه كان الأوائل يحرصون على صرف صحيح الإمام البخاري لغاية عظمى، ليس هي فقط صرف الأحاديث، بل السر الكامل وراء صرف الإمام البخاري، حتى أن السلطان مولاي إسماعيل كان له جيش يسمى عبيد البخاري. لماذا؟ لأنهم أقسموا على صحيح البخاري أن يوفوا بكل العهود التي كانت بينهم وبين السلطان. ودأبت الحال، يعني الحادث على ذلك، يعني العادة على ذلك أن الناس كلما دهمهم أمر إلا ويهرعون إلى ماذا؟ صرف الإمام البخاري، وهذا مجرب قبل إتمام صحيح البخاري إلا ويعجل الله عز وجل بالمهلة. قلنا أخرناه لماذا؟ لأنه كنا ننتظر قدوم الشيخ العالم العلامة سيدي عبد الهادي الخصاص، الذي كان لنا الشرف في السنة الماضية أنه هو أول من فتح لنا صرف صحيح البخاري، لأن له سند عالي، وبفضله كان للشرف في ختم صحيح البخاري،
لأنني أجزت من طريقه في البخاري. واليوم وهو معنا إن شاء الله كذلك لنا كامل الرجاء في الله عز وجل أن يشفع فينا بوجوده معنا، وكذلك أخي العلامة سيدي العالم العلامة الفقيه فقيه الشام سيدي محمد خالد الخصاب، ومعنا كذلك المقرئ الشام سيدي عمر العسلي، هو ابن المقرئ الذي قرأ في السنة الماضية بالنسبة للإخوان اللي كانوا حاضرين معنا، العسلي اللي قرأ معنا الآن موجود هو على الإنترنت كثير كلها، فهذا ابنه. ومعنا سيدي محمد عبد الهادي الخصاب الطالب المجتهد المجيد، ونسأل الله تعالى بعد طول عمر سيدي عبد الهادي الخصاب أن يكون وارث سر والده إن شاء الله. وأرى إن شاء الله أن خصوصا في إسماعيل إن شاء الله إلى الافتتاح، وإن شاء الله يكون الافتتاح هو مولى إسماعيل اختار أن يكون سيدي خالد والذي يفتتح، لكن من باب التفاؤل كان يحب الفأل الحسن أحببنا أن نستطيع إن شاء الله بالقراءة لسيدي عمر العسلي. هو عمر وعسل، إذا فهو اسم وفأل إن شاء الله بحول الله قوة فأل في الاسم وفي الكنية إن شاء الله. فيكون ذلك يشرف السامع الحاضرين وليفتح إن شاء الله في الجلسة الموافقة.